جيب لي هادو بجوج غتستعملهم في رمضان. مطيشه الحك مركزه وصلصه الطماطم. اين وحده اللي خصك تستعمل بزاف وشنو الفرق بيناتهم؟ مطيشه الحك اللي هي كونسونطري، راه بزاف ديال الناس كيقول لك كيفاش انها تقدر تصبر لمده طويله، يعني فيها مواد حافظه. مطيشه الحك ما فيهاش مواد حافظه، تركيز ثنائي ولا ثلاثي، من ايفابوراسيون سوفيت، يعني يهبطوا الضغط باش انه نحيدوا كاع الماء، وبالتالي فالماده الجافه فيه ما بين 28 حتى 30% اللي كان فيها تركيز ثلاثي. هذه شنو كتعني؟ كتعني اننا خدينا 100% ديال المطيشه وما زدناش عليها مواد حافظه. اجي نهضر لك دابا على لاصوص طوماط. لاصوص طوماط اللي ولينا كنستعملوها بزاف، هذه ما فيهاش غير مطيشه بوحدها، 7% ديال الماده الجافه، ولكن فيها زيت عباد الشمس، لويل دو تورنوسول، السكر، النشا ديال الذره، وفيها الملحه والنكهات ديال الخضره. وبالتالي فالصلصه ديال الطماطم ماشي منتوج 100% من المطيشه. الفرق ما بين هذه وهذه، هذه سي ان كونسونطري ولا تركيز، وبالتالي ما تقدرش تستعملها مباشره في الاكل. تقدر تقاد بها هذه، يعني تشدها وتزيد عليها الزويته وتزيد عليها الزعتر وتزيد عليها شي حاجه طبيعيه وتقاد بها الصلصه ديال الطماطم. بنظري الشخصي مطيشه الحك غتستعملها احسن لك من صلصه الطماطم. صلصه الطماطم الا خديتيها ما خديتيش غير مطيشه بوحدها، وانما خديتي بزاف ديال المواد داخله. بارطاجي لي هذه المعلومه وان شاء الله غنبريباريو كاملين باش نستافدوا من رمضان. يا رب.